يا مساء الفل والروقان على احلى اصحاب في الدنيا. قبل ما نبدأ وندخل في التقيل عندي سؤال محيرني وعايز اجابته منكم في الكومنتات. هو ليه الواحد فينا بيبقى ماسك الموبايل وهو راقد على السرير بينام وفجأة الموبايل يقع على وشه ويطير النوم من عينه؟ الإجابة المفاجأة هقولك عليها بس في آخر الفيديو، بس ركز معايا عشان النهاردة الكلام كبير. بص يا سيدي، احنا بقينا عايشين في زمن الموبايل فيه بقى حتة من التطبيقات في كل حتة، تطبيق للأكل، تطبيقات للمشي، تطبيقات حتى بتفكرك تشرب مية، كلنا نسينا العطش. بس وسط الهيصة ديت في تطبيقات فعلا بتغير شكل يومك وبتخليك تحس انك برنس في نفسك، ومنهم التطبيق اللي هنتكلم عنه النهاردة واللي اسمه كونكت سمارت. التطبيق ده يا سيدي هو في الأصل بتاع شركة موتوريلا. وظيفته باختصار انه بيعمل سحر، بيخلي موبايلك والكمبيوتر بتاعك حتة واحدة. يعني تقدر تفتح تطبيقات الموبايل على شاشة اللابتوب الكبيرة وتنقل ملفات بسحبة ايد واحدة، حتى تستخدم كاميرا الموبايل كأنها ويب لو كاميرا اللابتوب بتاعتك ضايعة. الفكرة كلها ان التطبيق بيحول موبايلك لمنصة شغل متكاملة. يعني بيعمل كونكشن، يبقى سمارت. يعني كل حاجة موجودة على تليفونك هتلاقيها على اللابتوب، وكل حاجة على اللابتوب تقدر تحطها على تليفونك. بدل ما تفضل باصص في الشاشة الصغيرة وتوجع عينك ورقبتك، لا يا عم، افرد شغلك على الشاشة الكبيرة وعيش حياتك. وعشان تستخدمه صح وما تضيعش وقتك، الموضوع بسيط خالص. هتحمل التطبيق من اللينك اللي سايبهولك تحت في الديسكريبشن، وتأكد الموبايل والكمبيوتر على نفس شبكة الواي فاي، او توصلهم بسلك يو اس بي لو عايز سرعة صاروخ. بتفتح التطبيق هنا وهنا وتعمل اقران او كونكتد. مبروك عليك، موبايلك شغال جوه الكمبيوتر. المميزات والعيوب بقى من آراء المستخدمين. مميزات كونكت سمارت انه سريع جدا والواجهة بتاعته بسيطة وما تتوهش، وبيديك احساس انك شاري جهاز غالي بضغطة زرار. لكن الحق يتقال عشان انا خايف على مصلحتك. العيوب اللي الناس اشتكت منها تعليقات البلاي ستور انه تطبيق تقيل شوية على الموبايلات الضعيفة، وممكن يسخن الجهاز لو فضلت شغال بيه ساعات طويلة. اغلب التعليقات بتقول انه عبقري في نقل الملفات، بس ساعات بيعمل لاج او تعليق بسيط في عرض الالعاب. يعني لو ناوي تلعب بابجي عليه ممكن تلاقي تهنيج يخليك تخسر الجيم وتدعي عليه. طيب خلينا بقى اقول لك الحته اللي بتقلقك وبتقلق ناس كتيره، هو المطور بيستفاد ايه لما يديك تطبيق ببلاش كده؟ بص يا صاحبي، مفيش حاجه ببلاش. الربح هنا بيبقى بطرق خفيه زي جمع البيانات. يعني بيعرفوا ايه اكتر تطبيقات بتستخدمها، موديل جهازك ايه، وبياخدوا الداتا دي عشان يحسنوا منتجاتهم الجاية، او يبعتوا ليك اعلانات مستهدفة في خدمات تانية. يعني انت تبقى انت المنتج مش انت المستخدم. بس في حالة موتوريلا الموضوع اضمن شوية لانهم شركة براند وبيهتموا بسمعتهم. تطبيقات بديل، لو حسيت ان كونكت سمارت تقيل على قلبك او جهازك مش مدعوم فيه، في بدائل زي تطبيق يور فون بتاع شركة مايكروسوفت، وده جامد جدا ومستقر. او تطبيق اير درويد او اير درويد الشهير اللي بيخليك تتحكم في كل حاجة في الموبايل من المتصفح. في الختام يا حبيبي، نرجع لسؤالنا اللي سألناه في أول الفيديو: ليه الموبايل بيقع على وشنا؟ الإجابة ببساطة عشان عقلك بيفصل قبل ما إيدك تسيب الموبايل. ودي رسالة ربانية بتقولك سيب الزفت اللي في إيدك ده ونام يا حبيبي. أتمنى يكون الفيديو فاتكم. متنساش اللايك المتين والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع أصحابك وصاحبك اللي عينه دخلت جوه الموبايل من كتر الاستخدام. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.